ازيكم عاملين ايه؟ الوصفه المره دي وصفه حلويات سهله وسريعه جدا، مش هتاخد منكم وقت ولا مجهود خالص. ممكن اصلا تقوموا تعملوها دلوقتي، وحاجه كده بتدوب في البق لذيذه خالص. لو عملتوها ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها من جمالها. بس لو عملتوا فيني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. ويا ريت كمان تاخدوا لفه في القناه وتتفرجوا على كل الفيديوهات والافكار اللي بنزلها. ويلا بينا اقول لكم عملت ايه. اول حاجه في الكبه كده هنزل ببسكوت الشاي، اي نوع بسكوت شاي انتوا بتحبوه. بعدين هبدا اشغل الكبه بقى بعد ما حطيت البسكوت كده، وهديها لفتين تلاتة كده بس يطحن البسكوت كويس. اهم حاجة ان البسكوت يبقى مطحون كويس جدا، ما فيهوش اي قطع. هيفرق جدا في التشكيل والشكل النهائي بتاع الكور الشوكولاتة. هوريكم دلوقتي. نزلت بقى البسكوت كده في البولة، بصوا ناعم ازاي. ممكن لو عايزين تكتفوا بكمية البسكوت دي وتبدأوا تكملوا باقي الخطوات الفيديو، يعني باقي الخطوات اللي هتشوفوها في الفيديو براحتكم. بس انا هزود كمية البسكوت شوية، لان هي كده كده الكميه اللي هتطلع مع يعني معاكو عامه. بتتوقف على حجم الكرة اللي هتعملوه في الاخر. يعني لو قللتوا حجم الكرة شويه هيدي كميه اكتر، كبرتوا الكرة سنه هتديكوا كميه اقل. بس فانا بحب اعمل كرة حجم الكرة يبقى وسط كده، اللي هي تتاكل في بق واحد. وما تبقاش اللي هو سكر، يعني ما يبقاش كده ايه كرة كبيره ومش قادرين نخلصها. لا احنا نعمل حجم وسط كده، بحيث ان كل واحد ياخد كرة واحدة ويكتفي بكمية السكر اللي فيها. ويبقى يعني حاجة كده تغير طعم البق وتحلي طعم البق كده وخلاص. تمام. فانا بحب اعمل كمية كده كده هتقعد في التلاجة معاكم في علبة التلاجة. لو شلتوها في علبة التلاجة زي ما هتشوفوا في اخر الفيديو كده، هتشيلوها في علبة التلاجة هتقعد معاكم يعني في التلاجة، مش هيحصلها اي حاجة. هتقعد فترة كويسة، فهتبقى موجودة في التلاجة كده منين ما تحبوا تحلوا بقكم تلاقوا حاجة تحلوا بيها. تمام كده. برضو طحنت الكمية التانية زي ما انتم شايفين كده. بس كده، وهكتفي بقى بالكمية اللي انا طحنتها دي. بعد كده هجيب الشوكولاتة القابلة للدهن. بتبقى عارفين علب الشوكولاتة اللي هي زي يعني الشوكولاتة السايحة قابلة للدهن دي، في علب منها كبيرة كده. بتبقى كيلو كده. فدي بجيب منها وبس بستخدمها بقى في اي وصفات، بعملها بحطها على توست، بتنفع في اي حاجة. فانا خدت معلقة كبيرة كده هبدأ بيها كده واشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. وهزود معلقة كبيرة تانية. ودي المعلقة التالتة، يبقى كده 3 معالق كبيرة. وهبدأ اشتغل بقى بايدي، مش بجوانتي، عشان لا، حاسه ان انا محتاجه احس القوام بتاع العجينه اللي هتتشكل معايا. الايد برضو بتحسسك ان انت وصلتي للقوام اللي انت عايزاه ولا لا. وطبعا ايدينا بتبقى يعني غسلينها ونظيفه، فعادي نشتغل براحتنا. بعد كده، بعد ما حطيت الشوكولاته القابله للدهن، حطيت كده زي ما انتم شايفين ربع كوبايه لبن كده. هبدأ بقى ايه ألم العجينة كده، او عجينة البسكوت دي كويس خالص كده. يعني كده 3 معالق كبيرة من الشوكولاتة القابلة للدهن وربع كوباية لبن هيلموا لنا العجينة كويس خالص، وهيدونا عجينة بسكوت بالشوكولاتة لذيذة خالص.
زي ما انتم شايفين كده، بصوا كونت معايا عجينة البسكوت اللي بالشوكولاتة. اصلا ريحتها يعني كانت خطيرة خطيرة جدا. بعد كده بقى هجيب الشوكولاتة القابلة للدهن. يا اما تسيحوها في الميكرويف، لان هي طبعا لما بتدخل التلاجة بتبقى بتمسك خالص وبتبقى جامدة خالص. فيا اما تطلعوها بره في درجة حرارة الغرفة قبل ما تشتغلوا بساعتين كده في الحر اللي احنا فيه ده، هتسيح بسرعة خالص. يا اما تدخلوها الميكرويف لو انتوا ما نسيتوا تطلعوها من التلاجة. دخلوها الميكرويف او حمام بخار مثلا. حمام اللي هو تحطوا حلة فيها مية سخنة على النار، وتحطوا طبق كده من فوق وتسيحوا الشوكولاتة. وبعد كده هبدأ أشكل كور وأنزل في الشوكولاتة قابلة للدهن كده، زي ما انتم شايفين. أغطسها كده في الشوكولاتة وأطلع بيها على علبة التلاجة اللي أنا هشيل فيها الكور الشوكولاتة في الآخر. مش مشكلة لو زي ما انتم شايفين كده منزلة زيادات من الشوكولاتة جوه علبة التلاجة اللي أنا بحط فيها زيادات شوكولاتة كده عمالة تقع، عادي مش مشكلة. يعني هي لما تتماسك جوه التلاجة وتمسك وتجمد، عادي هتلاقوا هتيجوا تطلعوها كده كده هتطلع من غير الزيادات دي. وهي طبيعي كده كده لازم هتنزل زيادات، لان الشوكولاته سايحه، فطبيعي لازم هتنزل شويه زيادات. انا بحاول اصفيها على قد ما اقدر، بس برضو لازم هينزل شويه زيادات من الشوكولاته السايحه دي. تمام كده بقى شكلت الكميه الاولى من الكور، وهكمل باقي الكميه بنفس الطريقه. بس الاول هاخد بقى الكميه اللي انا عملتها دي، هجيب لها شوكولاته بيضه، برضو هطلعها في درجه حراره الغرفه قبلها بساعه او ساعتين، او يا اما برضو ايه نسيحها في ميكرويف او على حمام مائي. وبعدين بقى اجيب شوكة كده وابدأ اعمل ايه شكل كده عشوائي ازين بيه كور الشوكولاتة. بتدي منظر لذيذ خالص، حاجة كده يعني شيك، وتنفع جدا برضو لو عندكم ضيوف تقدموها. وجميلة جدا. بعد كده بقى نغطي علبة التلاجة وندخل الكور الشوكولاتة دي ترتاح في التلاجة شوية. وقبل ما تاكلوها بقى ممكن تطلعوها قبلها ب5 دقايق كده، عشان لو عايزينها طرية وبتدوب في البق كده طلعوها قبلها ب5 دقايق. مش عايزين كده خلاص ممكن تاكلوها على طول اول ما تطلع من التلاجة. عادي بتبقى برضو يعني قابلة للأكل عادي، بس لو عايزينها تدوب في البق زي ما قلت طلعوها قبليها بشوية كده. وزي ما تشوفوا بصوا جميلة ازاي، وصفة سهلة وسريعة جدا جدا. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم. شكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.